الخطيب اللي راح للمليونير الاهلاوي المخلص ياسين منصور، راح له زيارة من يومين، قعد معاه اكيد طبعا عشان المدرب الفني الجديد هيكون محتاج دعم ياسين منصور ليه ماليا، يعني اقصد. وطبعا لان طبعا الاهلي دلوقتي محتاج سيوله ومحتاج حد بحجم واخلاص ياسين منصور. الخطيب كمان عرض في الاجتماع دوت على ياسين منصور انه يتقدم للترشيح لرئاسه النادي الاهلي الدوره الجايه. شوف بقى الناس المخلصه اللي شبعانه، ونحط تحت شبعانه دي خط عريض ونعملها بلون فسفوري. شبعانه مش جعان وطمعان. يا جماعه ما يغركوش البدل والكرافتات والساعات والعربيات. الناس دي جعانه. الناس دي لو شبعانه ما تطلعش تبقى طمعانه في كراسي، ولا حتى لو انت طمعان من الذكاء ان انت ما تبقاش ظاهر ده، انما انت كمان يعني متآمر وهبل زي ما بيقولوا. رد ياسين منصور ايه على الخطيب في العرض ده؟ قال له انا مش هترشح رئاسة النادي الاهلي، بس انا هكون نائب رئيس النادي الاهلي. خلي بالك في الكلام اللي اتقال كويس. هبقى نائب رئيس النادي الاهلي الدورة الجاية لو انت يا خطيب كنت رئيس النادي الاهلي. شفت جابها له ازاي؟ عايزني معاك يا خطيب؟ انا معاك، انا تحت امر النادي الاهلي، بس مش هكون رئيس نادي الاهلي وانت موجود. هكون نائب رئيس النادي الاهلي وهكون ايدك وعينك وتحت امر النادي لو انت اللي كنت رئيس النادي، وهكون انا الراجل التاني. ده المحب للنادي الاهلي، المحب الصديق الوفي للخطيب، الاهلاوي الاصيل، مش المتلون